باتفهم جدًا قلق البنات لمّا يقولوا الفرد نسبته قد إيه، وكأن هنا تصورهم إن كل ما الفرد يقل، كل ما نسبة الضرر تكون أقل، ولكن هي زي ما اتفقنا إن نسب الفرد في البروتين هي الأحماض، والناس بتتصور إن الأحماض مضرة، هي مضرة، ولكن اللي ده أول مرة الكلام ده يتقال ومش هتسمعوه من أي متخصصة والله، إن الأحماض نفسها مختلفة. يعني درجة جودة الحمض هي المسؤولة عن درجة النعومة والملمس الحلو وأقل الأضرار الممكنة. بمعنى أنا لما بقول نسبة الحمض فعلا في أحماض بتاكل في الشعرة وأحماض مش مناسبة للشعرة. عايزين أقول لكم بس معلومة مهمة، إن كل الجسم عبارة عن أحماض أمينية، ولكن بتختلف في خواصها من عضو لآخر، ولكن في أحماض بتبقى رخيصة، وهنا دي المشكلة. بعض الأحماض الرخيصة اللي هي عالية جدا في حرق الشعرة هنا بتبقى رخيصة، فبتبقى متداولة أكتر في السوق، ولكن في أنواع حمض غالية جدا 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 هنا مهما علت ما بتعملش المشكلة بتاعة القلق اللي الناس خايفة منه، اللي هو يحرق الشعرة ويقطمها ويخليها زي الشيطة. إذا أنا طالعة النهاردة أقول إن درجة نوع أو جودة الحمض بتختلف من منتج لآخر، وده اللي بيخلي نوع غالي جدا جدا، لان الحمض ده بيكون هو الانسب للشعر. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص هكون معاكي فورا.